السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. رمضان صبحي مستعد للاعتذار. إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي. دعونا نتعرف على التفاصيل. أكد الإعلامي محمد شبانة إن الجميع يربط أي ملف داخل النادي الأهلي بقصة المبادئ، مشيرا إلى أن هناك تقاليد معروفة داخل القلعة الحمراء وجزء من نجاح المنظومة، وهو توافر القيم والمبادئ، مشددا على أن إمام عاشور صفقة فنية جيدة للفريق. وقال شبانة في تصريحاته: إمام عاشور قام بالاعتذار عن أفعاله مرارا وتكرارا، وتم قبول اعتذاره، لكن البعض دائما يتحدث عن المبادئ داخل النادي الأهلي ويحاول ربطها بالصفقة بشكل غريب. وأضاف: الزمالك حاول التعاقد في وقت سابق مع رمضان صبحي، رغم أنه قام باستفزاز الجماهير عندما قام بالوقوف على الكرة. وأكمل حديثه: حاليا بيراميدز لا يمانع في رحيل رمضان صبحي في الفترة المقبلة، خصوصا بعد ضم عدة صفقات جيدة، ورغم ذلك اللاعب يتمنى العودة إلى الأهلي، بل إن بعض المقربين منه أكدوا استعداده لتقديم اعتذار بالصوت والصورة لجماهير النادي والإدارة من أجل العودة. وأضاف: حتى لو رمضان صبحي اعتذر فلن يتم قبول فكرة عودته مجددا، فالأهلي لن يوافق على عودته، وأنا لو في مكان اللاعب أقوم بعمل بيان لتوضيح الأمور وتقديره واحترامه الكامل لناديه السابق صاحب الفضل عليه. وليس عيبا أن يعتذر وأن يرضي مؤسسة كبيرة وجماهير عظيمة، وحتى لو أخطأ فعليه الاعتذار الذي لا يقلل منه. لكن في مصر نحب المزايدات كثيرا ونصنع أمور غير موجودة على أرض الواقع. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.